السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ أخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عشاق هنا مسلم ومسيحي، أخ وأخت، تعالوا نفتح مطعم في بيتنا. عشاق الهمبرجر، أيوه، وعيش الهمبرجر. الهمبرجر مطعم في بيتنا. وعشاق الخيار الأخضر واللي بيقرقش اوعى ننساه، والسلطة الخضرا في يومنا وفرتنا. الصوصات دي ابراهيم ابني جابها لي من بره ومتوفرة مستردة، والصوص بتاع الهمبرجر نفسه والمستردة والكاتشب والمايونيز. يا اول حاجة ظاهرة كده قدام حضراتكم، اكيد ظاهرة باساميها اهو. تمام. واعملي مطعم في قلب بيتك وتوفري وتدبري عن بره. تمام. وده الهمبرجر اللي انا عملته بنص كيلو لحمه. عمل معايا الكميه دي نص كيلو لحمه. بصراحه كانت بالنسبه لي تجربه ولازم اجرب، وبدل جربت ما جربش في حاجه كبيره عشان نوفر وندبر، ما نجربش في حاجه عشان لربما تبوظ مننا. ومعايا ابراهيم في الفيديو، جه لقاني بصوره قال لي لا هاتي بقى ان انا اكمل التاتش بتاع الشيفات، لان هو شغال في المطعم وفي نفس الوقت بيستعملوا الحاجات دي. منوعات حسناء، مطعم في قلب بيتك يا ست الكل. روتين، يا رب دايما تعملي الحلو لولاد واحسن ووفر، لان احنا مش ضامنين، بدل ضامنين الجزار وجايبين لحمه مضمونه. وعملنا سلطه خضرا كلنا بنحبها وانا بالاخص، مطلوب ان انا اخس باكلها كتير عشان خاطر ربنا يكمل شفا رجلي على خير. عشاق بقى هنا انا عامله الفيديو ده القرمشه، قرمش وقرمشتلكوا. اوعوا تنسوا بقى، اذكروا الله وانتم معديين. ده يومنا وفي روتيننا النهارده. حبيت ان انا اقول لكم اتفضلوا عندنا وتعالوا بقى جوه الفيديو وكملوا. ولو انتوا تعبانين وزهقانين استغفروا، جه وقت الضيق يبقى جه ميعاد الاستغفار. يلا صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اتفضلوا، وان شاء الله دايما روتين حسناء يعجبكم. كل سنة وكل لحظة وانتوا معايا حبايبي واخواتي في الله. يا رب دايما الحلو بزيادة. قولوا امين. اتفضلوا حبايب قلبي. البرجر كلنا بنحبه وبنحب ناكله، وولادنا بيصروا وبيصمموا يجيبوه من بره. عايزين نعمل لهم حاجة مضمونة، حاجة 100%، وحاجة من ايد ست الكل. كل سنة وحضرتك طيبة يا حبيبة قلبي. تعالوا نعمل 12 قطعة برجر. 12 قطعة برجر حبايب قلبي اهمت. اديهم معايا 4 وده 2 6 8 10 12 من نص كيلو لحمة. ايوه من نص كيلو لحمة. ازاي؟ يلا بينا حبايب قلبي نشوف، علشان خاطر نعمل لولادنا حاجة مضمونة 100%. وكل سنة وحضراتكم طيبين. يلا كده بقى، اللي ما شافش القناة لسه واول مرة يدخل فيها ينسانيش بلايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يصلوا كل جديد. اختكم حسناء يا احسن عيلة، انتوا بعد ربنا. بينا نشوف عملنا الكمية بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا. ازيكم؟ اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قدامنا عيش كايزر ابراهيم ابني جابهولي، بيشتغل فيه في المطعم اللي هو فيه. كل سنة وانتم طيبين. الصيف كيف، ومعانا الصوصات دي هو اللي جابها لنا. ان شاء الله هعمل معاكم كاتشب ان شاء رب العالمين، بس ده كاتشب جاهز وده للبرجر نفسه. ليه بقى؟ عشان انا عامله برجر بيتي، كنت اول مره اعمله، وان شاء الله هيبقى تحفه باذن رب العالمين. ومعانا المايونيز ومعانا المستردة. وابراهيم برضو اللي جاب لي دي حبايب قلب حسون. انا بس عملت البرجر وهو جاب لي العيش وجاب لي الكابتشينو دي. تمام. وجاب لي المايونيز وجاب لي المستردة وجاب لي الصوص بتاع اللهم صل وسلم وبارك بتاع البرجر والكاتش. احلى حاجه هتعمليه. ادي البرجر بتاعي، طبعا انا مغلفاه بالاكياس دي وبدأ خلاص فك اهو، بس انا مش مكبراه والعيش البرجر اصلا كبير، كنت انا لسه بجرب اهو. هبدأ ان انا اسويه على النار. هطلع بقى وكده كله واحطه على الطاسه بتاعتي.
كده انا طلعته اهو. معايا حوالي لسه 5 كمان، يعني النص كيلو لحمة طلع معايا كمية حلوة. هنضيف بقى الايه الزيت بتاعنا، عشان خاطر انا كنت اضيف الاول بس حبيت اقول لكم الحاجة اهي. يلا كده بقى على النار ومن على الناحيتين الاتنين هنديله صدمة، وهيبقى احلى برجر زي بره بالظبط. بحبكم كتير. كده انا ضفته زي ما انتم شايفين كده على النار، هياخد صدمة طبعا من ناحيتين الاتنين، وتهدي عليه بعد ما تديله الصدمة على طول، وتاخديه بعد ما تسويه من الناحية دي لازم تديله من الناحية التانية. حلو الكلام معانا، ومكملين احلى برجر هتعمليه. منوعات حسناء ست الكل، ربنا يديك الصحة. كده حبيبتي خد صدمة من الناحية دي قلبته. بس ابراهيم ابني كان بيقول لي ايه بقى فكرة حلوة اوي، يقول لي يا ماما اللحمة بتاعتك هتفيش، هي من الطبيعي لازم تعمل كده. فاحنا في المطعم بنضغط عليها بأي حاجة زي كوباية زي طبق المقاس بتاعها. فانا عملت كده، حبيت اقول لكم خلوا بالكم، لان فعلا زي ما قال انا عملتها وفعلا كشفت. فاهميني؟ يعني حبيت اقول وسيلة حبيبتي ست البيت. تمام؟ خدي بالك لان هو كده كده فعلا هيفيش. طبعا الزيت ده هيعمل معايا الكمية التانية، ونص كيلو لحمة مش كتير، نص كيلو لحمة هتوفري ونضافة عن بره بكتير. فالسر هنا. كده اللحمة بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا اللحمة بتكش يا جماعة، تكبريها على قد ما تقدري. بعد اللحمة معايا حبيبة قلبي البصل بتاعي. طبعا انا ما عملتوش في اول الحلقة لان البصلة بتبقى لها طعم، فاحنا عايزين سريع سريع. ادي البصلة وادي الايه وادي الطماطم. وطبعا الكابوتشا بتاعتي اهي هشيل منها الايه العروق دي، بس هشيل العروق وهي مفرودة. حلو. وممكن العيش تاخديه وتدي بالزيت اللي كان في الطاسة تشمميه بس الريحة. حلو. وبعدين نضيف المستردة مع ايه المايونيز، دول في طبق لوحدهم عشان ما نكترش منهم. لكن الصوص ممكن تحطي منه على العيش هو والايه والكاتشب. يلا حبايب قلبي الفيديو حلو، كملوا واستمروا معانا. روتين اخر حاجة. عشنا معانا كده، معانا الهمبرجر زي ما احنا متفقين، ومعانا الصوصات بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها والطماطم والبصل. اول حاجة ضفنا المستردة، وبعدين هنضيف مع بعض حبايب قلبي المايونيز اهو. تمام. تقليبه حلوة كده، يعني ده مش هنكتر منه زي الكاتشب والصوص بتاع الهمبرجر. يلا نبدأ نقلبه بقى كده مع بعض، ونحط بقى مع بعض الكاتشب اهو كمان. بسم رب العالمين. كل ده هنقلبه بقى ايه مع بعض، والصوص كمان بتاع البرجر اهو. بسم رب العالمين. عشان بس ماسكه التليفون بايه بايدي. انزل بقى كميه حلوه كده واقعد ايه اقلبها مع بعض. احنا جبنا الطاسه بتاعتنا اللي احنا المفروض عاملين بيها اللي هي ايه عاملين فيها الهمبرجر. الزيت ده بيديله طعم حلو وبيديله تيست حلو. هنبدا بقى نضيف دلوقتي، وممكن نعمل واحده واحده وممكن نعمل ايه الكميه كلها. وعلى فكره يا جماعه دي مش ايدي، ايد ابراهيم هو اللي بيشتغل بقى ايه. جه لقاني بعمله قال لي لا كملي يا ماما. ايوه هنعمل سندوتشين اهو. دي ايد ابراهيم ابني اهو. حلو الكلام. ياخد بس كده ايه شمه وصدمه كده، وهتفرجوا بقى على السندوتش هيبقى بقى من ايد الشيف ابراهيم نفسه. يعني شغل بقى ايه المحلات على ابوه. خدت لون، بدأنا نشيل بقى وهندي للبصله ايه لمعه كده هي كمان زي ما ابراهيم بيقول اهو. يا جمال يا تريكاته يا حركاته اهي. اللقمه بتاعتنا دي ممكن تكون اتعملت دي شايفين خدت طعم اهي.
كده البصل بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وبنحط بقى الطماطم برضو بنديها ايه شمه كده على البوتاجاز، زي ما ابراهيم بيقول تستحيل. ابراهيم بقى بيقلبها كده وينقطها ويقلبها كده بشكل ايه، شايفين الشيفات بقى، الشيف ابراهيم هيمو حلو. طلعنا عيش وهتشوفوه واحنا هنظبطه. ادي اهي اللقمه بعد ما خدت اللون. الصوص بتاعنا بعد ما دوبناه، ايه رايكم؟ الصوص اهو كل حاجه على بعضها تمام. هو بقى يعمل، والبصله بتاعتنا بتاخد اللون برضو. هنعمل بقى ايه؟ ايوه اسمه يا ابراهيم كابوتشي. كابوتشي، اوعوا تكونوا سمعتوا مني غلط، سامحوني. تمام. الخطوه التانية جبناها من على النار اهو. يلا يا ابراهيم. تمام. طماطم معانا بقى البرجر بتاعنا، وده البرجر بتاعنا زي ما احنا متفقين اهو. انتي بقى عاملاه كبير على قد اللقمه، هتعملي 2 ماشي اللي يعجبك. تمام. يلا معانا بقى الايه الصوصات بتاعتنا يا جماعه اهي. ده ايه يا ابراهيم؟ مايونيز. مايونيز. هنحط ايه بقى معانا بقى؟ صوص الايه؟ تكسيس بتاع البرجر. تكسيس. انا سامحوني بقى، انا مش حافظه زي ابراهيم. هو بيحط اهو الفتحه بتاعتها ضيقه شويه كده. بنضيف الصوص زي ما احنا متفقين اهو. ده صوص الايه؟ تاكس. عشان هما بس يعرفوا. وده الكاتشب كلكم عارفينه طبعا، دي الوحيده اللي بتنزل قوي يا ابراهيم. وكده الرغيف بتاعنا بقى تمام. صحه وهنا مني ليكم انا. ما تنسوش كلمه حلوه كده لغايه ما نكمل بقى الايه سندوتشاتنا كلها. يا رب بصحه وهنا، احلى حاجه في الدنيا، والكل ام بصحه وعافيه حبيبه قلبي لولادك. كده معانا زي ما انتوا شايفين الفينش بتاعنا. معانا دلوقتي عملنا 4 سندوتشات، ولسه معانا كمان سيرفيز. اول سيرفيز اهو. حبيت بس ان انا اوريكم بقى حاجه كده يا جماله يا جماله. والصوصات بتاعتنا عامله شغل، واحنا لسه مكملين الصوص بتاعنا اهو. احلى صوص هتعمليه للبرجر. كل سنه وانتم طيبين، ويا ايمن يا رب تعملي لاولادك الحلو كله. قولوا امين. الفيديو حلو ويستاهلكم.